انت تعرفي انه في الجزائر كاين التنسيقيه الامميه لما يسمى التنسيقيه الساميه لمتابعه اللاجئين، وكاين تقصي الحقائق. هاد اللجان الامميه المتواجده في الاراضي الجزائريه، عندك عليها اطلاع؟ هي ما هيش جهة استخباراتية صديقي، هي جهة أممية. وكالات الاستخبارات الخدمة تاعها مختلفة تماما. جمع المعلومات والتقصي والتأكد هي حاجة خاصة بالمخابرات تاع الدول. المسائل الأممية والنشاطات تاعها شيء مختلف تماما. يعني أعتقد أنه أمام هذه التقارير، ومش فقط المخابرات الأمريكية، المخابرات البريطانية أيضا قامت بنشر تقارير تؤكد هذا الكلام. على كل حال، لا أعتقد أن النظام الجزائري نفسه ينكر أو أنكر أو علق أو قال لك لا هذه التقارير كاذبة. سكت وخلاص. نعم. واش غادي يقول لهم؟ غادي يقول لهم راكم تكذبوا. انه فعلا صرات هي. يعني التقارير تشوفها مفصله، مثلا تلقى 30 صفحه 40 صفحه في التقرير الواحد بالتفاصيل بالاسماء بالمواقع بكلش. اذا انت عندك نظام جزائري يدعم البوليزاريو بكل شيء يستطيع، حتى على نعم، المستوى نعم، العسكري. بذلك، ولكن كاين فرق كاين فرق بين انك انت تدعم ملف اممي اللي هو جبهة البوليزاريو، واللي موجود على، يعني على الجوار، اللي معاك في الحدود. وهذا المشكل لازم يكون عنده حل، لانه امن المغرب هو من امن الجزائر، واستقرار المغرب هو من استقرار الجزائر. فبالتالي هذه القضيه هي قضيه امميه، والجزائر تدعمها من الشق القانوني. واذا نتكلموا على المال كاين صندوق اممي اللي راه والعمليات العسكريه هذه كوا. ما كان. شوفي، منذ منذ ان احتضن سودان غادي نبعث لك. الجزائر، شوف انا ما نحبش الكسل لم المعرفي. يسجل لم يسجل ارجوك ارجوك. تجاوز واحد ضد الجزائر. ارجوك انك انت يكون عندك اطلاع نوعا ما او تبحث. هذا التقارير هذه اعتقد انه ما هيش مزيفه، لانه اصلا تلقاها في الموقع تاع CIA.